كل اللي قابلناهم أكدوا على حاجة واحدة بس، الأجواء في بيت إسلام هادية، مفيش أي خناقات عموما وخصوصا يوم الحادثة. أكدوا كلهم إن إسلام ده شخص خلوق هادي غلبان ملوش في المشاكل. الأهم إنهم ما سمعوش أي خناقة ساعة وقوع عزيزة من الدور الرابع، بس برضه ده مش دليل كافي إن إسلام ما قتلهاش. فضلت أدور وأسأل الناس كلهم، الجيران اللي حواليهم، الجيران اللي جنبهم، لحد ما قابلت الست دي أقرب جارة الإسلام، ساكنة في الدور اللي تحته مباشرة، بس عندها معلومة مهمة جدا. ها، جاهزة للشهادة؟ السلام عليكم. في حد هنا؟ ازيك؟ انت جارة قريبة شوية اليوم. نعم. طوال الشهر اللي فات كان في خناقات بتحصل، صوت عالي؟ لا الصراحة كانوا هم ناس كويسين جدا جدا، ومسلم ما بشوفش منه أي حاجة وحشة الصراحة. هو إنسان كويس وطيب جدا جدا، وطيب أوي فوق ما تتصوري. لكن يعني إسلام متهم دلوقتي إن هو اللي زقها وقتلها. دي حاجة بتاعت ربنا، فربنا اللي عالم. إحنا الصراحة هو كان لسه طالع قدامي، فبصيت لقيت الست دي راحت وعيت بتهيألي قبل ما يخش الشقة. بتهيألي قبل ما يخش الشقة، يعني هو لسه طالع قدامي وانا كنت بنضف، بصيت لقيته طالع. بعد ما طلع ما كملش دقيقتين بصيت لقيت الست واقعه والصوت شغال. انا بس بحد من عيالنا ولا حاجه، نزلت جاري لقيته هو نزل قبليه، ونزل بعمل يفوق فيها. يعني هو كان لسه طالع من هنا، يا دوبك هي نطت. عيل صغير هو اللي كان واقف. هو لسه شاهد دلوقتي. ايوه قالت له وسع كده، راحت موقعه نفسها. والله هو الولد اللي بيقوم. هو شاف فين الولد؟ الولد مش راح يجيب الكورة. هو انتوا كنتوا فوق الولد هيسمعها زاوية فوق. هو عيل هتلاقيه بيتكلم. هي قالت له وسع، راحت محذوفة. قالت له وسع وراحت محذوفة عشان ما يحش عليه. مين اللي كان بيلعب كورة؟ مين اللي كانوا بيلعبوا كورة مع سعيد؟ الواد عبد الله اللي كان واقف هنا.